أقول لكم إن وجودنا وثباتنا ما هو متوقف على الإذاعة. احنا اثبتنا وجودنا من زيتونة بايع راسه بدون إذاعة وبدون هواتف. مش إذا كان طلعت الإذاعة مثل ما الآن شوشوا على الإذاعة الليبية والله خذ حلف الناتو أن احنا انتهينا. يا سلام، احنا ننتهي بانتهاء الإذاعة؟ هذه أول حاجة اللي بتحولوها من ذهنكم. والله مش تقولوا والله خونا ما تكلم وتقعدوا تسمعوا في الإذاعات اللي تشن في الحرب الكلامية. هذا زي الرصاص، الكلام المعادي هو حرب، مش يشل من فعاليتك ويعيسك ويشككك في نفسك في موقفك، تكون على وشك الانتصار يشككك يقول لك انت بتنهزم، تصدق. تكون قوي يقول لك لا انت ضعيف. مش اللي كان ما فيش كلام عبر الإذاعة، لأن الإذاعة شايفين واضح اللي مشوش عليها الآن إن احنا ما موجودين. احنا موجودين بإذاعة ولا بلا إذاعة ومتواصلين، نقدر كل يوم نتواصل مع بعض كما كنا في الماضي. العدو ضعيف في كل مكان، وأن كنت قد مسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله. أراهم هم يتألمون وإنهم مسهم قرح. من هو العدو اللي أمامنا؟ العدو التافه لا شيء. من هو العدو الذي أمامنا؟ الجرذان ما هي قاعدتهم؟ ما عندهم قاعدة شعبية. في حد يحب الجرذان، حد يحب الخونة، حد يأيد الخونة بولاده والله بماله والله بسياراته والله بإمكانياته، حد يأيد العملاء. معقولة حد يأيد اللي جابوا له الدمار لليبيا واللي جابوا له الاستعمار لليبيا واللي بيعطوا بترول ليبي لفرنسا واللي بريطانيا واللي بيجعلونه تحت اقدام النصارى واليهود مرة ثانية؟ من بيأيدهم؟ الجرذان. هذه العصابات بتاعت نهب ضعيفة جدا. شفتوا شو صار في طرابلس؟ انهبوا وكل واحد روح لبيته، تو يدوروا فيهم، غير يبوهم يقاتلوا، غير يعودوا دوريات، غير يعملوا بوابات في مدينة طرابلس ما لقيهمش. وين اللي كانوا غايرين على طرابلس يجاروا من يضربوا بالرصاص يجاروا؟ بعد كم يوم ما لقوهم. قالوا كل واحد خذ ثلاجة، واحد خذ مكيف، واحد خذ أساس، واحد خذ ذهب، واحد خذ مرة، واحد خذ خطفها، وعدوا هذا واحد خذ السيارة، وعدوا خشوا الجبل وخشوا الجفارة وعدوا خشوا ما عادش لقوهم. يدوروا فيه ما عادش لقوهم. بنغازي نفس الشيء، أصبحت خالية لأن قالوا لهم في غنايم في طرابلس، يلا إلى طرابلس. جو لطرابلس. أول ما جو لطرابلس وكل واحد خذ غنيمة، واللي مات وماتوا بالآلاف طبعا، واللي أخذ غنيمة واللي قاعد يتطوع في الشارع مجروح واللي هرب. وبعدين دوروها ما عادش لهم. تو بنغازي عيطوا يقولوا تعالوا قالوا ما هناك حد يستجيب. والله بنغازي فيها فراغ أمني، بنغازي قاعدة ضعيفة، بنغازي فيها فراغ أمني. تعالوا ملوك وينكم اللي عديتوا مغرب أرجعوا. قالوا يفتح لكم ربي. دوروهم ما لقيوهم. هذا هو العدو. هذه العصابة بهذا الشكل جايين ينهبوا في النسوان فعلا، ينهبوا لا عليهم، ينهبوا في ذهبهم وينهبوا في الفلوس يحصلوها في الحوش. يعني هذا الحوش يخش حوش وياخذ اللي فيه، ياخذ سيارته. هذا العدو اللي ساند فيهم حلف الأطلسي الآن في الرمق الأخير، خاصة بعد ظهر أن سيراكوزي كله يبغي سلف بترول ليبيا. بيعطوه حصته، وبعدين بتاع قطر يعطوه يعوض الخسائر شريك معاهم. يعني بترول ليبي بيصبح بين بتاع قطر، حمار قطر والكلب سيراكوزي. تصور بترولكم بيقسموه بيناتكم بهذا الشكل. هذه هي الحكاية. وهذوم اللي داروهم مجلس ولا داروهم منه الوجوه الباهتة هذه المكرية، هذه متعاركين مع بعضهم ودايرينهم غير لافتة باش يمسحوا فيها، باش الاستعمار والرجعية يتقاسموا الرجعية بتاعت الخليج، يتقاسموا البترول بتاع ليبيا. جايبينهم هم مبرر بس باش يمضوا على تقسيم ثروة ليبيا بين قطر وبين فرنسا. وتعارفوا مع بعضهم لأنهم هم من كل هالبلد، واحد زنديق وواحد ملحد وواحد يقولوا الليبرالي وواحد إخواني، لقوا رواحهم في ورطة. هم نفسهم قالوا احنا اصبحنا في ورطة. كم واحد منهم تو صرح وقال والله احنا وجدنا نفسنا في ورطة ما عاد يحلها الا القائد. اللي كانوا ضدنا تو يقولوا والله القائد هو اللي يقدر يحل المشكلة. الورطة اللي تورطنا فيها.
فهم متورطين ومتقهقرين. وامس واحد منهم صرح في احدى المحطات هذه اللي تسمعوا فيها ممكن، وقال خلاص احنا نزلنا انتصار حق القذافي، احنا خلاص كل يوم يمر تتلاشى قوتنا وامكانياتنا. ردوا بالكم يخدعوكم بالاذاعات وتصرفوا في الصمود. ابدا، هم عباره عن سيارات خراخيش زي مركبين عليها رشاشات، وواحد اللي تشوف فيها في جنبكم هنا وهنا لما تهجموا عليهم يهربوا، لان العدو ما عنده قوه فوق الارض. اللي فوق الارض هم هذا شويه الجردان هذول، وبعد ما يحصلوا غنيمه يهربوا. هم عاد هناك حد لا في طرابلس ولا في مغازي، كلهم خذوا غنائم وهربوا. وخاصة واحنين قالوا واحنا كيف بنواجه الموقف؟ مركزين عليه شيئين، مركزين على الدعايه والكذب، الحرب النفسيه باش ياثروا فيكم، باش تضيع عصاتك من يدك، ياثروا فيك تضيع عصاتك من يدك، تصدق تفشل. هذه الحرب النفسيه. واحد خايفين منه عنده عصا، وهذا الاخر ما عندهش عصا، خايف منه يمشي يكذب عليه، يدير حرب نفسيه مش عارف ايش، هذاك تضيع عصاته من يدك. ما تصدق الحرب النفسيه اللي تضيع عصاتك من يدك. اصبروا وثبتوا وسننتصر ان شاء الله. ستوجه الضربات القويه القاسمه ان شاء الله عن قريب بالشعب. الشعب سيوجه هذه الضربات وقوة الشعب. احنا معانا الملايين، احنا معانا الجماهير، احنا معانا الشعب يمدنا بكل شيء. اما هم العدو مني معانا. في حد بينحاز لسيراكوزي اللي بياخذ نفط ليبيا، في حد بيأيد الخرتيت واحمار قطر، في حد بيأيد الزنادقه. الزنادقه اللي زيهم هذه مجموعات محدوده زي ما انتم شفتوها تطلع هنا وهناك وهناك، مجموعات محدوده زي فيران، وهذه يجب تستحق القضاء عليهم ما نرحمهم. اللي يبيعوا ليبيا ويبيعوا شرفنا ويبيعوا كرامتنا، كان خشوا بيوتنا، هذول بياخذوا من سواركم، حتى اثاث بيتك بياخذوه. كان عندك فلوس في بيتك فبياخذوها، كان عندكم مصرف بيستولوا عليه ياخذوا بكداروا. سياراتكم اللي في الشارع بياخذوها، ويكسروا الجراج بتاع السياره وياخذوا السياره، وبيحتجوا على شرفكم وعلى كرامتكم في بيوتكم وقدامكم. انتم مسلحين وش انتم سلاح؟ مش تقولوا لي السلاح اللي يقول السلاح الثقيل، هذه ما عرفت كلاشنكوف. ايوه، هذه زي من تبخ الذبان بالفليت. الكلاشنكوف والرشاش الخفيفه هذوما الذبان ما بتضربه بالمسدس ولا بالمدفع، بتبخها بالفليت بالضبط. هذا الفليت بتاعهم هو الكلاشنكوف والرشاش الخفيفه، مش حتى المتوسطه، الرشاش الخفيفه هذه اللي تسحق البشر وتبيدهم في المعركه. اخطر سلاح الرشاشه، لما طلعت الرشاشه اعتبروها حاجه خطيره جدا جدا وطلبوا تحريمها، قالوا هذا يجب يكون سلاح محرم. كيف؟ قالوا ان هذه يبيد البشر بالرشاشات والبنادق. نقدر نقاوموا اعوام واعوام، لكن هم ما بيقاوموش. من اللي بيقاوم اعوام واعوام؟ الأطلسي خلاص منتهي وحينتهي، حيترك الطبيخه دي اللي ورط نفسه فيها. والجرذان جرذان تبخوهم بالرشاشات وبالكلاشنكوف، وجربوا كل ما تهجموها بالرشاشات والكلاشنكوف هجوم وجه لوجه يهرب. هذا ليش هم يضربوا بالحاجات البعيده؟ ليش ما تصلوش فيهم؟ مش يضربوا فيكم بمره بمدفع ولا بجراد؟ ليش ما تصلوش فيهم؟ لان كان وصلتوا فيهم انتهوا. اذا احنا لازم نوصل فيهم باش ينتهوا. وقوتكم في قوه الصف وتحالف الصف وتحالف القبائل اللي انطلقت منها الثوره. هذه الثوره هي محسوبه ثوره الصحراء وثوره الجنوب، ثوره جنوب ليبيا على الاستعمار اللي في الشمال. حتى القواعد كانت موجوده في الشمال، والرجعيه كانت موجوده في الشمال، والرأسمالية كانت موجوده في الشمال، والاستعمار في الشمال. اعتبر هذه الثوره هي ثوره هالقبائل اللي كانت محرومه واللي حاربت الطليان وما حصلت شيء، قامت بثوره الفتح. إذا قوة بن وليد وإلا سرت وإلا فزان وإلا الجفارة الواحات برقة، قوتها هي في تحالف قبائل الصف. بن وليد بروحها خطأ أنه يدبر بمفردها، حتى كانوا يخشوا في مفاوضات سلمية ونكون قوة عندها ثقل كبير يحسوا حسابها وتاخذ حصتها، يكون عندها نصيب الأسد. خلي قبائل كلها تتحالف مع بعضها من الغرب للوسط للشرق وورانا قيمة الزام كله. دباكم يخدعوكم ويتفاوضوا معاكم كل واحد بروحه، زي ما داروا في قضية فلسطين. يعني يتفاوضوا أما مصر بروحها تعترف، عاد يتفاوضوا مع الأردن بروحها تعترف، يتفاوضوا مع ياسر عرفات بروحها يعترف، وهكذا يعدوا كل مرة يتفاوضوا مع واحد يعترف، لأن العرب هم اللي يطلعوا خاسرين. ردوا بالكم، حد يتفاوض متفاوض عنا بن وليد ما هيش بروحها. بن وليد
طلع من ضلع ثابته تمتد من هناك الى هناك، لان بنو الوليد قوتها في قوه صفها. إذا كان يعني ما تكلمتش معاكم بالاذاعه مش تصدق تقولوا خلاص اخونا وين واحنا خلاص يا سلام، انت حتى بدون لازم تثبت وجودكم. الصف هذا قوي وثقيل ويثبت وجوده بمعمر ولا بلا معمر، ولكن انا موجود معاكم حننتصر اكيد باذن الله. اثبتوا، عدوا العده للاستعداد للحركه في اي اتجاه. انا شايف الروح المعنويه العاليه في طريق الزان وعاده، شايف المنطقه الوسطى روح معنويه عاليه، تريس محصحص الرجال الشباب النساء حمس الرجال معك هل ونهار غاب العذار. ها زي ما كنا نقولوا طق الحاكم طقت وجه الطرق من سحابه نزلت وغرت في مكهول ثميت هلنا والعذارى غايبات. نحن نمتد على مساحه جغرافيه ضخمه واستراتيجيه مهمه من شواطئ البحر المتوسط الى حدود الجزائر والنيجر وتشاد والسودان. هذا عمقنا وعمق بنو الوليد. الدواركم تخيلوكم كم بنو الوليد بروحها يتفاوضوا معاه باش يدلوكم. لا، بنو الوليد ما هي بروحها بصفها بخوتها بقبائلها الشريكه معها في المصير من زمان. كل القبائل تشوف ان بنو الوليد من اهم القلاع، لازم تصمد سرد، تصمد الزان، تصمد الجفاره، تصمد القبائل في الجبل، تصمد برقه. الرجال يهدون العده شفتهم في كل وادي، استعدادات رائعه لحسم المعركه. يلا انتم هلها وقدها وقدود، انتم نعول عليكم، ما تخيبوا ظنني ولا ظن الناس فيكم. في اتصالات كثيره جايين تو وفود هم تعبانين يبغوا يتصلوا، لكن يبغوا يفرقوا بين يقول خلينا نتفاوض مع هذا الشيء يعترف بينا وامان، وهذا يعترف بينا وامان، هذا يعترف بينا وامان، باش يعوضوا عن اللي مش قادرين يواجهوا المعركه. اللي بيجي بتلاح. احنا نبغى نمسك غلطه الحكام العرب اللي كل واحد يتفاوض مع الاسرائيليين بروحه، للعرب اصبحوا معترفين ومهزومين وما حصلوا شيء امام الاعتراف. لا، احنا ما نبروح. احنا عندنا اقليم يمتد من البحر المتوسط الى حدود افريقيا، نتفاوض مع بعضنا والا ما فيش تفاهم مع بعضنا، نحارب مع بعضنا، نتفاهم مع بعضنا، السلام مع بعضنا، حرب مع بعضنا. هيك يقولوا اي حد يجيكم. تو اتصالات موجوده شوف فيها كل مجموعه تتصل. هيرجوكم من تفاوضون، هيرجوكم من السلام، تديروا حل عليه يسال. وبعدين لا احنا حل محل مالناش بفرضنا. كان كل واحد بروحه ضعيف، لا لكن في حل احنا ثقل، حلوا مع الصف كله مع الثقل هذا كله. هيا خلوا ايمانكم قوي بالنصر بالله وروحكم معنويه عاليه، خلوكم رجال ما شوفوا تاريخ حل الجدود. احنا اللي سجلنا الجدود بالدم مش هم. الى الامام الى الامام، صمود والى النصر.